اهلا بيكم يا حبايب محمود جمال في حلقه جديده من حلقات المحليات. تنساش اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. والحديث عن لقاء الزمالك وانبي ولقاء الاهلي والداخليه. هنتكلم عن تعادل الزمالك مع انبي وفوز الاهلي على الداخليه 4-1. لقاء تألق فيه كريم فؤاد على الرغم من عدم اختياره للمنتخب، ومباراة كانت بعنوان كريم فؤاد يتألق أمام الداخلية والكابتن رضا شحاتة. طبعا رضا شحاتة دخل اللقاء على أمل الخروج بنقطة، لكن الأهلي ما اداهوش فرصة من ده. من أول دقيقة محمد شريف أحرز هدف بعنوان كريم فؤاد، حمدي فتحي، كريم فؤاد، محمد شريف، والهدف الأول للنادي الأهلي. مارسيل كولر بيدي فرص لعيبة كتيرة جدا للنادي الأهلي، أمثال حسام حسن وشادي حسين، لكن اللعيبة لسه لحد دلوقتي لم تستغل هذه الفرص. 4-1 نتيجة كبيرة، 9 نقط، 3 من 3، 10/10 لمارسيل كولر لعيبة النادي الأهلي. نروح للقاء الزمالك وإنبي. إنبي بيوجعني من إيه؟ إنبي بيوجعني من ليلة امبارح. إنبي يتعادل مع الزمالك وجواردو فيريرا، وتصريحات غريبة وعجيبة بعد اللقاء اتكلم عن الإجهاد، على الرغم إن هو واصل في نفس الميعاد اللي واصل فيه النادي الأهلي، لكن الزمالك تشكيلة غلط، أداء غلط، وجواردو فيريرا يعني بيعلق على شماعات غريبة وعجيبة. والناحية التانية أحمد كشري والدفاع الكومباكت ومن ضربة ركنية، على الرغم ان الزمالك السنة اللي فاتت كان كل ما كسبه من الركنيات، لكن من ضربة ركنية يتألق كالوشا ويحرز هدف التعادل ويخسر نادي الزمالك نقطتين. ما تنساش اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب. واخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.